حكاية النهاردة هتستغربوها جدا، وللأسف هي حصلت حقيقي. كنت فاكرة ان الشواذ بيكون في الرجالة بس حسب ما ذكر في القرآن، بس عمري ما كنت أتوقع ان في ستات ممكن يكونوا شواذ. وكمان ده ممكن تكون صاحبتك كده وانتي مش واخدة بالك ومش عارفة. يلا بينا نعرف حكاية النهاردة. اللي في الصورة دي فاطمة، عندها 17 سنة، من محافظة القاهرة. فاطمة دي من وهي صغيرة كان عندها كبت رهيب بسبب تربية أبوها وأمها ليها. كانوا مقفلين عليها جدا، أكمن إن هي بنتهم الوحيدة، فكانوا خايفين عليها بزيادة. وكان عندها أخ أكبر منها بحوالي 6 سنين، كان اسمه مصطفى. وفي الوقت ده تحديدا باباهم يسافر ويسيبهم، فكان الحمل تقيل جدا على مامة فاطمة، عشان باباهم للأسف ما كانش بيبعت لهم أي فلوس. فمامتها اضطرت ان هي تنزل تشتغل عشان تعرف تصرف عليهم. في الوقت ده فاطمة كان عندها 15 سنة، يعني كانت في تالتة اعدادي. ونجحت فاطمة في الاعدادية، بس تجيب مجموع قليل جدا وما تعرفش ان هي تدخل ثانوي عام، وقدمت في ثانوي تجاري. ومن هنا بقى تبدأ المصيبة الكبيرة. أول ما دخلت المدرسة اتعرفت على شلة بنات مش كويسين، لدرجة ان هم كانوا بيجيبوا أفلام مش كويسة المدرسة ويقعدوا يتفرجوا عليها. ومرة على مرة فاطمة بدأت تحب الأفلام دي جدا واتعلقت بيها قوي. بقى مفيش يوم يعدي إلا لما فاطمة لازم تشوف فيلم من الأفلام دي. واتعلمت الكلام ده من صحابها، إنها تدخل على مواقع الأفلام اللي مش كويسة دي عشان تتفرج. وطبعا مامتها واخوها كانوا مشغولين في حياتهم ومفيش حد فيهم كان منتبه ليها. فاطمة بقى أدمنت الأفلام دي وما بقتش تستكفي إن هي تتفرج عليها، ده كمان بقت تتفرج عليها مع صحابها. فاطمة بقت تستمتع جدا بالحاجات دي، وبقى نفسها جدا ان هي تعمل حاجة زي دي مع بنات زيها حقيقي. ولكن الموضوع ده كان صعب جدا ومستحيل بالنسبة لها، لان هي اكيد مش هتعرف تقنع زمايلها ان هم يعملوا كده. هم بيتفرجوا مع بعض، بس ما توصلش لدرجة ان هي تطلب منهم حاجة زي كده، لان طبعا ده عكس طبيعة البشر. بس المصيبة بقى ان فاطمة حاولت تتكلم مع زمايلها، وحاولت ان هي تلمح لهم من بعيد لبعيد عن الموضوع ده. بس زمايلها اول ما فهموا التلميحات دي عرفوا على طول ان هي مثلية، عشان كده بدأوا ان هم يبعدوا عنها ويصدوها في الكلام، ومش بيرضوا يتكلموا معاها ولا يصاحبوها تاني. اللي هو احنا بنهزر مع بعض وبنتفرج مع بعض بس توصل ان احنا نعمل كده مع بعض ما ينفعش. وبقت سمعتها في المدرسة بينها وبين زمايلها بقت زي الزفت، وكل اصحابها بقوا يعاملوها وحش جدا، ما عدا واحدة بس هي اللي فضلت مصاحبوها وكانت بتتعامل معاها حلو جدا. وزميلتها دي كان اسمها نجلاء. نجلاء كانت من نفس المنطقة بتاعتها، يعني كانوا يعتبر جيران، وكانت نفس حالة فاطمة بالظبط. بس الفرق الوحيد ان فاطمة اتكلمت وقالت لزمايلها واتفضحت، لكن نجلاء كانت ناصحة وعارفة ان الموضوع ده مصيبة ومحدش هيقدر يتقبله بسهولة. عشان كده نجلاء كانت بتخاف تتكلم مع اي واحدة في الموضوع ده. وحتى لما نجلاء عرفت واتأكدت ان فاطمة دي زيها، برضو كانت خايفة ان هي تعرفها. ومرت الأيام وجه اليوم اللي نجلاء قررت فيه ان هي تقول لفاطمة ان هي مثلية زيها وان هي نفسها فيها. ساعتها فاطمة فرحت جدا لان هي لقت حد زيها وان هي هتعرف تمارس معاه الشذوذ ده. ومن اللحظة دي فاطمة ونجلاء بقوا صحاب جدا اكتر من الاول.
بس المشكلة بالنسبة لهم كانت في المكان اللي هيقدروا يعملوا فيه كده. ولما فاطمة قالت لنجلاء ايه رأيك نروح عندك البيت ونعمل اللي احنا عايزينه، ساعتها نجلاء قالت لها مش هينفع علشان انا ليا اخوات صغيرين ومش هعرف ان انا اقفل الأوضة علينا فترة طويلة. بعدها نجلاء قالت لفاطمة طب ايه رأيك نروح عندك انت البيت، مش انت قلتي ان انت كده كده بتقفلي الباب على نفسك وبتتفرجي على الفيديوهات براحتك؟ راحت قالت لها خلاص ماشي، بس لازم ان احنا نظبط وقت اخويا ما يكونش موجود فيه ويكون في الشغل. قالت لها تمام قوي، في الوقت اللي هو مش موجود فيه في البيت يبقى احنا نروح بعد المدرسة ونعمل نفسنا ان احنا بنذاكر ونقفل على نفسنا الباب ونعمل اللي احنا عايزينه. فاطمة قالت لها طب خلاص سيبيني يوم كده ارتب الدنيا عندي واقولك ينفع ولا لا. وساعتها فاطمة لما تروح البيت تبدأ تفتح الكمبيوتر وتتفرج على الأفلام زي ما بتعمل كل يوم. وهنا الشيطان بقى بدأ يلعب في دماغها أكتر ويخليها تشتهي زميلتها نجلاء أكتر وأكتر، عشان كده يجي اليوم اللي هي تقرر تجيب نجلاء فيه ويعملوا الحاجة دي تاني. وتاني يوم على طول فاطمة قالت لنجلاء ان هي رتبت الدنيا عندها في البيت وان هي هتقدر تجيلها بكرة عشان يعملوا كل حاجة هما نفسهم فيها. وأول ما خرجوا من المدرسة كانت الساعة 1. قالت لها أنا ماما بتخلص شغل الساعة 6، فتعالي على طول نقعد مع بعض الفترة ديت ونعمل كل حاجة احنا عايزينها. وهي كده كده لما تيجي من الشغل وتلاقينا قاعدين مع بعض مش هتشك في أي حاجة وهتقولي ان احنا بنذاكر. فالموضوع يا بنتي أمان 100%، وما تقلقيش من حاجة وانا هستناكي بكرة. وساعتها نجلاء فرحت جدا ان هي هتجرب الحاجة دي لأول مرة. وفعلا تاني يوم بعد ما خلصوا المدرسة نجلاء وفاطمة طلعوا على البيت ودخلوا الأوضة وبدأوا يعملوا اللي كان نفسهم يعملوه من بدري. والوقت عدى بسرعة جدا جدا ومحسوش بيه من كتر ما هم كانوا مبسوطين ومستمتعين ببعض. بس قبل ما الساعة تيجي 6 فاطمة خدت بالها وقالت لنجلاء ان احنا لازم نعمل نفسنا بنذاكر دلوقتي عشان ماما ما تشكش فينا. وفعلا على اخر لحظة ظبطوا نفسهم وعدلوا هدومهم وطلعوا بقى الكتب بتاعتهم والكشاكيل والملازم وقعدوا يعملوا نفسهم بيذاكروا، بحيث لما مامتها تدخل عليهم تبقى الموضوع تمام ومفيش فيه اي مشكلة. وفضل الحال ده مستمر كتير جدا اكتر من سنة كمان. ونجلاء وفاطمة كانوا بيحبوا بعض جدا جدا وكانوا بيعتبروا بعض ان هما متجوزين، حاجة كده في منتهى القرف يعني. المهم بقى لحد ما في يوم اخوها مصطفى تعب فجأة وقرر ان هو يرجع البيت بدري عشان يرتاح شوية من التعب. وفي نفس الوقت نجلاء وفاطمة كانوا في البيت بيمارسوا الشذوذ مع بعض. وفجأة اول ما اخوهم دخل من باب الشقة لقى اخته قافله على نفسها باب الاوضه وعماله تضحك. فدخل بسرعه وفتح الباب عشان يشوف هي بتعمل ايه جوه وبتضحك كده ليه. بس اخته قالت له ثانيه ما تفتحش الباب عشان انا صاحبتي معايا واستنى لحد ما هي تلبس الطرحه. فاطمة ونجلاء بسرعة لبسوا هدومهم وبعدها فاطمة فتحت الباب لاخوها. وساعتها اخوها اول ما شاف نجلاء اعجب بيها جدا لان كان شكلها حلو جدا جدا وكان وشها احمر كده من الكسوف. وبعد ما نجلاء مشيت من بيتهم مصطفى سأل اخته فاطمة هي نجلاء دي مخطوبة ولا لأ، ولا في حد متكلم عليها؟ فاطمة قالت له لا هي مش مخطوبة ولا في حد متكلم عليها ولا هي بتكلم حد. فقال لها طب ايه رأيك في اخلاقها، حلوة ولا وحشة؟ فاطمة قالت له نجلاء دي اكتر واحدة محترمة انا عرفتها في حياتي. وبعدها قالت لاخوها انت بتسأل ليه يا مصطفى، في حاجة ولا ايه؟ قال لها انا بفكر اخطبها واتجوزها عشان هي عجبتني بصراحة اول ما شفتها. فاطمة ساعتها اتصدمت وما بقتش عارفة ترد عليه تقول له ايه، بس قالت له حاضر انا هكلمها لك وهشوف رأيها. وتاني يوم في المدرسة فاطمة كلمت نجلاء صاحبتها وقالت لها ان اخوها مصطفى معجب بيها وعايز يتجوزها. فنجلاء قالت لها بهزار كده وانتي ايه رأيك؟ ساعتها الشيطان لعب في دماغ فاطمة ونسيت ان ده اخوها خالص وفكرت في مصلحتها وشهوتها. وقالت لنجلاء
ايه رأيك يا بنتي يا نجلاء ما تتجوزيه، وهي فرصة نفضل مع بعض طول العمر وما نبعدش عن بعض ابدا. نجلاء استغربت من رد فعل فاطمة عشان ده اخوها، وما ينفعش ان هي تعمل معاه كده. ولكن هي كمان الشيطان لعب في دماغها، واتفقوا هما الاتنين ان نجلاء توافق ان هي تتجوز مصطفى اخوها. بس الكلام ده بعد ما يخلصوا امتحانات الدبلوم بتاعتهم هما الاتنين. هما كانوا في اخر سنة في الثانوي التجاري، وفعلا عدى شهرين وفاطمة ونجلاء خلصوا الامتحانات ونجحوا. وساعتها مصطفى اخد مامته واخته وراحوا يتقدموا لنجلاء ويدخلوا البيت ويتعرفوا على بعض، والدنيا كانت ماشية تمام. وقروا الفاتحة واتفقوا على كل التفاصيل، وان هما في خلال سنة هيتجوزوا. ومصطفى كان فرحان جدا ان هو لقى واحدة محترمة زي نجلاء، لان ساعتها نجلاء كانت عايشة الصراحة دور المحترمة، وما كانتش بترضى تكلمه في التليفون خالص غير عن طريق اخته فاطمة. ويعدي شهر وتتم الخطوبة بين نجلاء ومصطفى. بس لما نجلاء ومصطفى بدأوا يتكلموا مع بعض ويتعرفوا على بعض، مصطفى حس ان نجلاء عندها برود في المشاعر زيادة عن اللزوم، ونجلاء بتهتم باخته فاطمة اكتر ما بتهتم بيه. بس ساعتها قال لنفسه ان ده طبيعي، وده احترام من نجلاء، مش برود في المشاعر ولا حاجة. ما يعرفش طبعا ان هو داخل على مصيبة كبيرة جدا هتخرب حياته. ومصطفى بقى بيجهز الشقة بتاعته، ما كانش بيفضى خالص، لان يعني هو كان شغال ليل ونهار علشان يجيب مصاريف تجهيز الشقة. وكان بيخلي اخته فاطمة هي اللي تنزل مع نجلاء وينقي الحاجات بتاعتهم كلها وتوديهم الشقة. وللأسف كل مرة كانوا بينزلوا يجيبوا فيها حاجات ويروحوا الشقة، كانوا هما الاتنين بيمارسوا الشذوذ مع بعض في الشقة بتاعة مصطفى. ويفضل الحال ده مستمر كتير جدا لحد قبل الفرح بشهرين، يحصل مصيبة لنجلاء بسبب ان فاطمة وهم بيمارسوا الشذوذ مع بعض، فاطمة من غير ما تقصد تبقى السبب في ان نجلاء تفقد عذريتها. وهنا نجلاء وفاطمة بقوا مصدومين من اللي حصل، وفضلوا محتارين ومش عارفين يعملوا ايه، لحد ما فاطمة تقول لنجلاء انا هسأل على دكتور يعمل عملية ترقيع. وفعلا بسرعة فاطمة تتحرك وتسأل على دكتور بيعمل العمليات دي، لحد ما لقت دكتور، بس كان المبلغ كبير شوية. بس قالوا خلاص مش مشكلة احنا نتصرف في الفلوس دي. وفعلا نجلاء راحت للدكتور ده وعملت العملية قبل الفرح بحاجات بسيطة جدا، ونجحت عملية الترقيع. وساعتها نجلاء وفاطمة منعوا ان هم يمارسوا الشذوذ مؤقتا عقبال ما يتم الجواز بين نجلاء ومصطفى. وفعلا عدت فترة قصيرة وجه ميعاد الفرح، ونجلاء ومصطفى اتجوزوا. وخلال شهر العسل نجلاء كانت بتستحمل مصطفى بالعافية، ما كانتش طايقاه حرفيا، لان هي كانت مثلية وما كانتش فيه اي شهوة خالص من ناحيتها لمصطفى. بس نجلاء كانت بتحاول على قد ما تقدر ان هي ما تحسس مصطفى بكده، علشان خاطر ما يقولش عليها ان هي باردة. بس مع ذلك مصطفى كان بيحس ان نجلاء باردة جدا، ولكن ما كانش بيكلمها في الموضوع ده، وكان بيمشي الدنيا معاها. وبعد ما خلص شهر العسل رجع مصطفى تاني لحياته الطبيعية وبدأ يروح الشغل. وهنا فاطمة أخت مصطفى بدأت تروح عند أخوها كل يوم بعد ما يروح الشغل عشان تمارس الشذوذ الجنسي مع مرات أخوها نجلاء. ويفضل الحال ده مستمر كتير جدا، وكل ما الوقت يعدي مصطفى يبدأ يحس ان في حاجة غلط بتحصل ما بين نجلاء وفاطمة، لان دايما بتبقى اخته عنده في البيت، ولما هو بيجي اخته بتمشي. بس مهما سرح بخياله عمر ما تخيل ان اخته ومراته بيمارسوا الشذوذ الجنسي. عشان كده في مرة قرر ان هو يجيب كاميرا صغيرة ويحطها في الصالة بتاعت بيته عشان يعرف اخته ومراته بيعملوا ايه في غيابه. وفعلا جاب كاميرا وربطها بالموبايل بتاعه، واول ما خرج لقى فعلا اخته جت وقعدت شوية مع مراته في الصالة، وبعدها دخلوا اوضة النوم. فمصطفى ساعتها استغرب جدا ايه اللي يخلي
اخته ومراته يدخلوا اوضه النوم ويفضلوا كتير جوه، وخصوصا ان مصطفى فضل مراقب حوالي اسبوعين، وفي كل مره نجلاء وفاطمه كانوا بيعملوا نفس الحركه. عشان كده مصطفى كان عنده فضول يعرف هما بيعملوا ايه جوه في اوضه النوم. بس ساعتها مصطفى كان واخد الموضوع ببساطه، لانه كان فاكر ان اخته ومراته بيجيبوا رجاله في الشقه. ولما اطمن ان هما مش بيعملوا حاجه غلط ولا بيجيبوا رجاله، فالموضوع بالنسبه له كان بسيط خالص. بس برضه كان عنده فضول يعرف نجلاء وفاطمه بيعملوا ايه جوه اوضه النوم. عشان كده قرر ان هو يحط الكاميرا الصغيره دي في اوضه النوم عشان يعرف هما بيعملوا ايه بالظبط. وفعلا بعدها على طول حط الكاميرا في اوضه النوم، واول ما راح الشغل فتح الكاميرا، وطبعا اتفاجئ جدا لقاهم دخلوا الأوضة، وأول ما بيدخلوا لقاهم بيمارسوا الشذوذ مع بعض. مصطفى ساعتها كان هيتجنن من اللي شايفه قصاد عينه، ومن كتر الصدمة ما كانش عارف ينطق بولا كلمة. وراح قام بسرعة من الشغل ومشي، وراح على البيت بسرعة وفتح باب الشقة ودخل عليهم أوضة النوم. وأول ما شافهم هما الاتنين من غير هدوم، فضل يضرب فيهم هما الاتنين. بس راحت نجلاء بسرعة، راحت جايبة حديدة وراحت ضربوه على راسه. والضربة كانت قوية جدا، ومن قوة الضربة دي مصطفى وقع على الأرض ميت. ونجلاء كانت فاكرة ان مصطفى اغمى عليه وما ماتش. بس بعد شوية نجلاء وفاطمة لما حبوا ان هما يفوقوا مصطفى، لقوه ما فيهوش نفس خالص ونفسه كان قاطع. وساعتها عرفوا ان هو مات. في اللحظة دي نجلاء وفاطمة ما بقوش مصدقين اللي حصل، وما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي ولا يهببوا ايه ولا يعملوا ايه. فاطمة ونجلاء طبعا بغبائهم مش عارفين يفكروا، قرروا ان هم يصوتوا ويلم عليهم الناس، على اساس يعني ان مصطفى مات موتة طبيعية جدا ومحدش عمل له حاجة. والناس اتلمت، وساعتها نجلاء قعدت تعيط وتقول لهم ده مصطفى اتزحلق على دماغه ومات. وطبعا هما الاتنين كان باين عليهم ان هما مرتبكين جدا. فالجيران ساعتها شكت ان مصطفى مات مقتول، فبلغوا البوليس فورا عشان يجي ويشوف. وعرف فعلا ان مصطفى مات مقتول ولا مات موتة طبيعية. واول ما البوليس جه، عرفوا من شكل الاوضة اللي مصطفى كان مقتول فيها ان فيها خناقة، لان الاوضة كان شكلها متبهدل جدا. فالبوليس اتحفظ عليهم هما الاتنين، وبعت الجثة للطب الشرعي عشان يعرفوا الطريقة اللي تمت بيها حالة الوفاة. وخلال مدة قصيرة جدا تقرير الطب الشرعي طلع وأثبت إن مصطفى اتعرض لضربة قوية جدا على راسه من ورا. وساعتها رئيس المباحث جه يحقق مع نجلاء وفاطمة ويواجههم بتقرير الطب الشرعي. في الأول طبعا أنكروا، بس بعد الضغط عليهم بدأوا يعترفوا بكل حاجة عملوها. ورئيس المباحث أول ما سمع اعترافاتهم عرف إن هم شواذ. قال لهم طيب خلاص، راح خدهم وحولهم لمستشفى الأمراض العقلية عشان يطمن على قواهم العقلية، لأن الكلام اللي بيقولوه ده ما يدخلش العقل. وفعلا بعد تحويلهم والكشف على قواهم العقلية، طلع التقرير وثبت إن عقلهم سليم 100%. فساعتها رئيس المباحث قفل القضية وبعتها للنيابة، وبعدها تحولوا للمحاكمة عشان يتحكم عليهم. وفعلا اتحكم على نجلاء بالإعدام، وفاطمة اتحكم عليها ب10 سنين سجن. ولحد هنا خلصت حكاية النهاردة. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وعايزة اعرف لو انت كنت مكان القاضي كنت هتحكم على فاطمة ونجلاء بكام سنة؟